كيف أنت مع اتباعه؟ كيف أنت مع سنته؟ ربك سيسألك عن نبيك. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس في حجة الوداع: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. وانظر إلى الصحابة ومن بعدهم كيف كان حالهم مع سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. من يخاف على نفسه الزيغ؟ أبو بكر إن ترك شيئا من أمره. قال ابن بطة: هذا يا إخواني الصديق الأكبر، يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته.